دعونا نفهم ما جدور بصدد حرب سبرانية جديدة بين البلدين، من المستفيد منها؟ بداية دعونا نفهم ما جذور هذه الحرب الخفية بين البلدين الجارين في هذا التقرير، وندخل في عمق النقاش مع ضيفي. أرقام بطاقات الهوية، أرقام الهواتف، التفاصيل المصرفية وحتى كشوفات الرواتب، تسريبات بيانات شخصية لنحو 2,000,000 موظف من حوالي 500 ألف شركة على الإنترنت تسبب بها هجوم سبراني في المغرب استهدف فيه القراصنة موقع وزارة التشغيل المغربية وقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تسريبات طالت السكرتير الخاص للملك محمد السادس محمد منير المجيدي، والذي يزعم بحسب القراصنة أنه يتقاضى راتبا شهريا يبلغ قدره 120 ألف يورو. الوثائق المسربة نشرها حساب على تليجرام يعلن انتسابه إلى الجزائر تحت اسم جبروت ديتزد، وتبنى الحساب الهجوم بدعوى الرد على هجمات قراصنة مغاربة اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة إكس.